ما هي ما فيهاش كلام، مصر في كأس العالم. يعني أول 30 دقيقة منتخب مصر تشكيل جديد. احنا قلنا النهارده حفلة تريزيجيه، النهارده الكرة اللي حطها بدماغه دي كرة، دي شوطة. الله أكبر عليك يا تريزيجيه. ولكن اللي حصل بعد كده، يلا بينا نبدأ حلقة النهارده. قبل ما نبدأ حلقتنا طبعا نصلي على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام، وندعي لإخواتنا في فلسطين يا رب انصرهم، اللهم آمين. طبعا يا جماعة حلقتنا النهاردة عن منتخب مصر وفوزه على بوركينا فاسو 2-1. طبعا المباراة هي أول 30 دقيقة، يعني أول 30 دقيقة منتخب مصر جميل ممتع، ضغط عالي، أداء فعلا عن يدل على الفراعنة أو على مصر ايام ما كانت مصر. ولكن اللي حصل بعد كده، اولا النهارده الكابتن حسام فاجئنا كلنا ولعب بطريقه 3-4-3. لعب بحمدي فتحي ما بين عبد المنعم ورامي ربيعه، وودى هاني وزيزو وتريزيجيه وصلاح، ولعب مروان عطيه وامام عاشور في وسط الملعب. فيعني النهارده تشكيل جديد، ولكن الاداء كان جميل، الاداء كان كويس. تريزيجيه النهارده رجل المباراه بلا منازع، هدفين ولا اروع. الكره اللي حطها بدماغه دي كوره، دي شوطه. الله اكبر عليك يا تريزيجيه، دي شوطه بالدماغ. الله اكبر. والكره الثانيه اللي لمها، والشوطه الصاروخ اللي بشماله. يعني الصراحه اداء. احنا قلنا النهارده حفله اهداف، هنحتفل، مباراه حلوه. ولكن للامانه اللي حصل بعد كده حاجات غريبه جدا. المنتخب تحسه بدنيا وقع، ذهنيا اللعيبه مش قادره. برضو الكابتن حسام حسن غير الخطه في المباراه كذا مره. تخيل يا عزيزي المشاهد ان الكابتن حسام حسن بدأ بتشكيل 3-4-3 زي ما لسه قايل لك، حوله ل 4-3-3 لما نزل عمر كمال عبد الواحد، وبعد كده اتحول ل 5-3-2. فحصل بعض التغييرات التكتيكيه في المباراه ادت الى ان اللعيبه ممكن يكونوا خرجوا عن تركيزهم في المباراه، او بدنيا اجهدوا، ذهنيا اجهدوا. ولكن الحمد لله اننا فزنا 2-1. كده منتخب مصر وصل للنقطه رقم 9. باذن الله منتخبنا في كاس العالم ما فيهاش كلام ان شاء الله. ما تقوليش اي اعذار. النهارده غينيا اللي احنا هنروح نلعبها لعبت مباراه النهارده وتعادلت 1-1، وبالتالي غينيا اصبح عندها 5 نقاط، مصر 9 نقاط، بوركينا توقف رصيدها عند 4 نقاط. ان شاء الله مباراه غينيا لو فزنا ولا حتى تعادلنا، فاحنا بنسبه كبيره قطعنا شوط كبير في التاهل لكاس العالم. طبعا اوائل المجموعات كلها هيتاهلوا مباشره الى كاس العالم. طب امام عاشور، ايه اللي حصل في امام عاشور؟ امام عاشور يا جماعه، انا بطمن هنا جماهير النادي الاهلي، امام عاشور اصابه اجهاد في العضله الضامه. فان شاء الله اجهاد خفيف، باذن الله يخف منه على خير ويعود بسرعه امام عاشور. دي كده احداث المباراه باختصار. ولكن انا كل اللي قلقني بدنيا منتخبنا وقع. ايه السبب؟ ايه اللي حصل؟ النهارده حسام حسن تصريحاته في بعد المباراه قال ان هو حابب يريح محمد صلاح من الادوار الدفاعيه، وبالتالي بدأ بالخطه دي. لعب بحمدي فتحي ما بين قلبي الدفاع زي ليبرو مثلا، بحيث ان هو يعمل ضغط عالي ويريح صلاح. هاني بيأمن صلاح، زيزو بيأمن صلاح. زيزو النهارده كان بيلعب بحريه تكتيكيه في الملعب، وتريزيجيه ومحمد صلاح كان دايما موجود في الامام. فدي تصريحات حسام حسن. طبعا كابتن حسام مبسوط وفرحان، وهي اول مباراه رسميه للكابتن حسام حسن. فيعني الحمد لله فوز مهم جدا جدا جدا. ننتظر المزيد، ننتظر التحسن بدنيا وذهنيا لاداء منتخبنا باذن الله. كده حلقتنا سريعا خلصت. اشوفكم دايما بافضل صحه وافضل حال. شكرا لكم، سلام عليكم.